هنتكلم عن الشخص الناقص وأهم نصيحة للتعامل معاه. بس في البداية لازم تكون عارف إن النقص في النفوس مش في المظهر، والفقر فقر أخلاق مش فلوس. تعال بقى نشوف إزاي تعرف إن الشخص ده ناقص. في البداية الشخص ده بيكون فاضي من جوه. إحساسه الشديد بالنقص بيخليه يطلع عقده وكلكيعه على الناس اللي حواليه. مش بيعرف يشوف حاجة حلوة ولا بيعرف يسيب حاجة حلوة زي ما هي. دايما بيسعى إنه يشوه كل حاجة جميلة وأي حد ناجح. مفيش حد أحسن منه. بيسعى دايما إنه يقلل من قيمة الناس اللي حواليه، وتسليط الضوء على عيوبهم ده بيحقق له التوازن الداخلي ليه. عمره ما هيصون المعروف ولا يحفظ الجميل، لأنه بتاع وقته ومصلحته وبس. اتفرج عليه وقت الشدة والضعف وهو بيستغل ضعفك علشان ياخد مكانك، او يتحجج بالاعذار علشان يتخلى عنك وقت شدتك. هو جنبك مستفيد طول ما انت قوي وناجح، لكن بقى وقت لما بتقع بيكون هو اول واحد سايبك وخالع. طب تفتكر ليه الناقص بقى ناقص؟ الشخص ده اتربى على عدم التقدير والاحترام والحرمان. شخص ما اتعلمش يعني ايه مسؤولية وشهامة وجدعنة. شخص اتربى على الطمع وعدم الرضا والقناعة. كل الحاجات دي بتكون شخصية الشخص الناقص. طيب نتعامل بقى ازاي مع الشخص الناقص ده؟ لازم تتصرف زي ما هقولك بالظبط. اوعى تفتح له مجال يدخل نفسيتك ويدمرها بكلامه السلبي والمحبط ليك. من البداية كده اديله على دماغه وحجمه، واوعى تديله اكبر من حجمه في حياتك. قلل التواصل معاه وخليه في اضيق الحدود. واوعى تديله سرك ولا تقول له نقاط ضعفك. واوعى تتكسف انك توقفه عند حد او تسكته، بالعكس، لانه هيعتبر سكوتك ده اشارة ليه انه يتمادى اكتر في اذيتك. اخر نصيحة مهمة ليك انت، خليك دايما واعي بسلوك الناس حواليك، وما تسكتش عن اي حاجة بتضايقك، وجرب تدور بره على نفسك، يمكن ترتاح. وما تنساش اسمعها تاني.